كمية كبيرة جدا من الأمهات جايبالي روشتات وبتقول لي أنا بنتي بتستخدم الشامبوهات دي واللوشن اللي بنحطه على الفروة. أبص ألاقي كمية منشطات للبصيلات غير طبيعية، كمية شامبوهات ضد التساقط، كمية لسيونز ضد التساقط، والبنت كلها على بعضها ما جابتش 5 6 سنين. ده إيه؟ ده إيه؟ ده غير منطقي وغير، والله ما له اي مبرر نهائي. لما تكون بنت صغيره واروح منشطات مقويات، انا مش بقول ان هو مونوكسيديل او منشطات اللي هي الجزء الطبي اللي هو خطر، لا، حتى لو مجرد منشطات، اذا انا اصلا حمامات الزيت وحمامات اللي هي اللي بتقوي البصيلات ما بنصحش بيها ابدا ابدا للاطفال، ولا زهقيهم ولا هم محتاجينها في الوقت ده. ايه كميه الروشتات اللي كميه الامهات اللي مدخلينها عليا ديت؟ انا مش عارفه، مش يعني مش لاقيه حتى رد ارد بيه على الامهات دي. في السن ده مش مطلوب ابدا اكتر من انك تغسلي الفروه كويس بشامبو كويس، بعدها بلسم دقيقتين ثلاثه او حمام كريم 5 دقائق. ودايما بفضل البلسم للاطفال دقيقتين ثلاثه عشان ما نزهقش الاطفال ونسيبهم في الحمام مده طويله وشعرهم مبلول. تاني حاجه قص الطروف اولا وثانيا وثالثا باستمرار بمقص حامي. ثالثا ما تستغنيش عن المرطبات اللي هي زي الكريم، السيرم، لمسه دايما على الطروف ولمسه على الجزء اللي قدام من الهيشان فقط لا غير، الا اذا كان في حاله طبيه اكزيما معينه، وغالبا ما بيظهرش في السن ده اي عك من اللي انا شفته في الروشتات دي. واللي بستغرب له اكتر استجابه الدكاتره للامهات دي، وكتابه كميه شامبوهات ولوسيونات وكريمات ومراهم منشط للبصيلات وسبريهات ضد التساقط. ده ايه؟ انا مش عارفه. الرحمه بولادنا الصغيرين وتقبل الموقف، لان بتبقى كلها حاجات لسه مراحل نمو، مش ده نهايه الشعر. مش معنى ان الشعر خفيف من قدام ان احنا كده دلوقتي وقعنا في بحر ولازم نتصرف واروح للدكتور والف. الرحمه ويعني الموضوع مش مستاهل كل الجري والعبط ده بمنتهى الصراحه. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا.